السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنانيتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الورد، صباح القشطة، صباح كل حاجة حلوة بتشوفوها. نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. صباح الفل. صحينا كده وقلنا يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، وفتحت كده البلكونه، قلت خلي البيت يتهوى شويه. وعايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني 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 قد الدنيا دي. وبجد بجد ان انا يعني انتوا لما بتغيبوا عني انا بجد بحس ان انا مفتقده. يعني في حاجه ضايعه مني، انا لما ما بعملش فيديو انزله لكم بحس ان في حاجه تايهه مني، انا ضايعه. انا تايهه. فبجد انتوا بنات يعني بجد ببقى مفتقداكوا جدا. فيا رب ما يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، ولا يحرمني من دعمكم ليا. وعايزه اقول لكم في بدايه الفيديو ما تنسوناش من اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه، فضلا وليس امرا يعني. والكومنت الحلو، لاني وصدقيني الكومنت بتاعك الجميل الرقيق ده هو اللي بيدعمنا، وهو اللي بيخلي القناة تستمر. لاني والله العظيم بجد انا عارفة ان من دول انا مقصرة جدا في لما بنزل فيديو فالريتش بتاع القناة بينزل. فمعلش انا محتاجة ان انتوا تقفوا جنبي وتدعموني، علشان يا بنات والله يا ريتش القناة يبدأ يعلى تاني. واسأل الله بقى ان ربنا ان شاء الله يا رب يعني يصلح الحال. والحمد لله برضو على كل حال، لان انا يعني فعلا كنت بمر بوعكة صحية. واسال الله رب العالمين ان هو يعني يكمل شفايا على خير. وربنا يا رب يا رب يبارك في صحتكم ويبارك لكم في اولادكم ويحميهم ويحمينا يا رب من غفلة الزمان ومن مصايب الدنيا وكمان من المرض. لان الواحد لما بيمر بشوية مرض صغنونة بسيطة، ويحس يعني بألم، أو إن هو مثلا زي ظروفي، مثلا كنت بمشي على رجلي وفجأة لقيت نفسي بمشي على عكاز. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ربي يديم عليا نعمة أني بدأت دلوقتي الحمد لله فضلا من الله سبحانه وتعالى عليا إن أنا أبدأ أقف على رجلي تاني. فالحمد لله يا بنات، يعني أنا بقولكم الحمد ربنا كل يوم على الصحة اللي ربنا مديها لكم. دخلت اوضه النوم قعدت اروق فيها، وقعدت اظبط كده شويه حاجات بسيطه في الاوضه. وعايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رجب. ان شاء الله ربنا يا رب يجعله يا رب شهر كده كريم وسعيد علينا وعليكم. اللهم يا رب يعني بارك لنا في رجب وبارك لنا في شعبان. واللهم كمان يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم امين يا رب العالمين. قعدت بقى في الاوضه كده الم شويه حاجات في الاوضه كده واروق. وفي حاجات بقى كنت انتوا يعني انا الحاجات اللي انا قدامكم دي، بس في نفس الوقت وانا واقفه كنت بروق حاجات تاني في البيت، في الاوضه وانا واقفه. عايزه يا بنات اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا 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 اليومين دول. وانا يعني عايزه الفت انتباه كل ام حبيبتي يعني بتتفرج عليا، كل اخت بتتفرج عليا، كل بنت بتتفرج عليا، كل ابن داخل يتفرج عليا. وده هيكون شرف ليا ولقناتي انكم انتوا تنوروني وتتفرجوا عليا. عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم، عايزه اتكلم معاكم في موضوع يا جماعه التحرش الجنسي دلوقتي بقى منتشر بطريقه فظيعه. يا جماعه اسال الله ان هو ربنا يسترها معانا ومع اولادنا ومع احفادنا ومع بناتنا. اللهم يا رب سترا جميلا علينا وعلى اولادنا وعلى احفادنا. دخلت طبعا عايزه اقول لكم هنا الماما حبيبتي ست الكل، دخلت صبحت على ماما طبعا وفطرتها، وكانت يا حبيبتي هي بردانه وسقعانه، فقالت لي رجليا سقعانه، فدخلت يا عيني لبستها الشراب علشان خاطر طبعا ماما يعني ماما مريض سكر زيي. يعني احنا مرضى سكر. فلما بتيجي تنام لازم ببقى ملبساها الشراب طول اليوم. بس يا حبيبتي لما بتيجي تنام لازم اخلعها الشراب، لانه الشراب بيبقى بيعمل مشكلة، بيحذر الدم، فبيعمل غلقة في الشرايين بتاعة الرجل. عشان كده احنا بلنا بتجربة صعبة قبل كده في الموضوع ده مع ماما. فدايما لما بتيجي تنام لازم اخلعها الشراب. فطبعا لما بتصحى الصبح الجو بيبقى ساقع قوي،
واروح ملبسها الشراب. دخلت بعد كده حبايبي على المطبخ علشان خاطر ايه بقى، ابتدي بقى فقرة المواعين اللي فيه ناس كتيرة وستات كتيرة حبايبي بيعملوها وبيحبوها، علشان خاطر بيقوموا يتنشطوا وبنساعد بعضنا ان احنا بنقوم نتنشط ونعمل شوية حاجات في البيت. قعدت اتكلم معاكم في موضوع التحرش ده هكمله دلوقتي. انا عايزة من كل ام ومن كل اخت ومن كل اب في البيت، بس يعني لازم تنبهي ابنك وبنتك وتوعيه. يا جماعة دلوقتي بقى التحرش ده ملوش علاقة بمدارس حكومة ولا مدارس ناشونال. يعني المصايب اللي حصلت دلوقتي، القضية اللي كانت شغالة من كام يوم كانت قضية في مدرسة ناشونال، يعني مدرسة لغات مش مدرسة حكومة. يعني التحرش ده، الشخص المتحرش ده ما بيبقى يعني لا هو بيبقى ليه علاقة بمستوى يعني مدرسة ايه، بيبص المدرسة حكومة ولا مدرسة ناشونال ولا انترناشونال، ولا هو مستوى اقتصادي عالي ولا مستوى منخفض، ولا هو مثلا هو شخص بيبقى ممكن يكون شخص متجوز للأسف. الشخص بيكون فوق شبهات، يعني انتي ممكن تكوني مش متوقع، يعني بيبقى مش متوقعينه، يعني شخص ما بيبقاش متوقع ان هو يعمل كده. فخلي بالك، احكي مع ولادك، الامهات اللي ما بتتكلمش مع اطفالها حبيبتي لازم من الصغر تفهمي طفلك من ايام الروضة، من ايام الحضانة، فهمي ابنك ان او بنتك الصغنن في اماكن في جسمك ما ينفعش حد يلمسها. يعني اول حاجة النوع الاول اللي هو التلامس الجسدي ده، لو واحد يقعد يلمس الطفل في جسمه فهميه محدش يبوسك في بقك، محدش يلمس جسمك، محدش يحضنك، محدش يلمسك في اماكن دي، الاماكن دي تخصك انت بس لوحدك او تخصك انت لوحدك. فهمي الطفل، لانه ده الطفل الصغير مش هيفهم يعني حاجات كبيرة انك تحكي معاه في امور اكبر. لا احنا بنبتدي بالراحة وبشويش نفهمه. النقطة التانية انك انت تتكلمي بقى. النوع التاني من التحرش يا بنات بيبقى التحرش اللي هو الدرجة تانية ده، برضو بيبقى تلامس جسدي بس بيبقى بطريقتين، يا اما بيبقى اجبار يا اما بيبقى تشجيع. يعني يا اما بيبقوا يخوفوا الاطفال ويجبروهم على انهم يعملوا كده معاهم، زي ما حصل في قضايا قبل كده شغالة في المحاكم دلوقتي، انه بيخوف الطفل ويحاول يعمله رعب او يرهبه علشان خاطر يعمل ده معاه. فانت فهمي ابنك انه لو حد عمل كده معاك خوفك، انك انت بقى قدامك حاجة من الاتنين، انك تصوت بصوت عالي، انك تنادي بصوت عالي، او انك انت لما تيجي تحكي لي، يعني خلي ابنك يجي يحكي لك. ما يجي ابنك يروح البيت، سواء جاي من النادي سواء جاي من الحضانة سواء جاي من المدرسة سواء جاية من الدرس سواء جاية من السنتر، اقعدي مع ولادك اتكلمي احكي معاهم، اسمعي اليوم بتاع ابنك او بنتك، خليه يحكي لك، خليكي صاحبة لابنك وبنتك عشان يحكولك اللي بيدور معاهم من اول ما يروحوا لحد ما يجوا. ليه؟ لان كده ابنك بيبقى فيه صراحة بينك وبينه، فبيحكي لك على كل حاجة ما بيخافش. لكن لما انتي تبقي مش مهتمة بابنك ومهملاه ومش مدياله مساحة من الوقت عندك انك انتي تقعدي تتكلمي معاه وتسمعي له، فبالتالي خلاص الطفل او المراهق مش بيلاقي حد سامعه، مش بيلاقي حد يتكلم معاه. فخلاص بقى يعني الطفل خلاص كده بقى مش انتي مش بتديله وقت عشان تسمعيه ولازم نسمع له. فالطفل كده لما مش بيلاقيكي مش مهتمة مش هيحكي لك، لانه في حد بيهدده فبيخاف. بالإضافة كمان المراهق خلاص ما بيضطر بقى ان هو يلجأ للأصدقاء بره حواليه عشان يتكلم معاهم ويحكي معاهم فضفضهم، لانك انتي ما عندكيش وقت، ما فيش تايم عندك او وقت انك انتي تسمعي لابنك او بنتك. لا، لو سمحتوا صدقوا ولادكم، لو سمحتوا صاحبوا ولادكم، اقعدوا اتكلموا معاهم، افهموا منهم، احكوا معاهم. كمان عايزه اقول لكم ان النوع التاني كمان بيبقى فيه اللي هو من التحرش ده، زي ما قلت لكم بيبقى فيه اجبار للطفل او العيل، يعني في حضانه في ابتدائي في اعدادي في ثانوي، بيبقى فيه نوع من الإجبار، أو في بقى مراحل تانية التشجيع بالنسبة للطفل اللي هو الولد بقى في مرحلة المراهقة بقى، مرحلة إعدادي ومرحلة ثانوي. فبيبقى إيه بقى تشجيع، بيشجعها لأنه يتصور على محتوى جنسي. يعني بيشجع الولد أو البنت إن هي تتفرج على محتوى جنسي وعلى صور جنسية وعلى ده نوع من التشجيع.
يبقى النوع التاني بتاع المراهقين اللي هو بيبقى تشجيع للطفل اللي هو المراهق ده، بيشجعه ان هو يقعد يتفرج على المحتويات الجنسية او الصور الجنسية عشان بعد كده يطبق ده معاه. فانتي خدي بالك من كل ده، ركزي في كل اللي بيحصل مع ولادك. يعني مش مجرد اني انا خلاص البنت او الولد نزل المدرسة، يا انا ارتحت خلاص اهو راح المدرسة هيريحني بقى، ده اليوم من الصداع اللي انا عندي بقى ووجع الدماغ وذاكر وما تذاكرش اهو بيروح المدرسة بيريحني. لا، ما هو انتي برضه لازم تاخدي بالك، لازم تعرفي مين اصدقاء ابنك او بنتك، مين اصحابهم. ما تسيبيش بنتك او ابنك يروحوا يزوروا اصحابهم. يعني حتى لو هيزوروا اصحابهم تبقي عارفة مين اللي بيزوروهم وهيروح عند مين، ومين ده، ايه الام دي، ايه والاب اللي في البيت ده مين، والولاد سنهم ايه. ما تسيبيش العملية كده، ما تبقاش العملية عندك يعني مفتوحة. اه انا رايحة ماما عند صاحبتي، طب ماشي روح عند صاحبتك، لازم ابقى عارفة مين صاحبتها دي، لازم ابقى عارفة مين اهلها، لازم ابقى انا عارفاهم وشايفاهم وقاعدة معاهم واتكلمت معاهم وشفت البيت ده قبل كده ودخلته او اتقابلت برا معاهم. لازم اعرف مين اللي ولادي عارفينهم، مين الاشخاص دول، مين الاصحاب دول، مين اهاليهم. ما تديش الامان قوي ان بنتك تدخل عند حد او تزور حد، او انا ابني يدخل عند حد او يزور حد. النقطة التانية، ممكن يكون مش اصحاب، ممكن يكون قرايب. يعني خلي بالك، لا قريب لا صديق لا صاحب. ركزي، يعني انتي لازم تركزي قوي. بلاش الدنيا واخدانا بطريقة وحشة. الحياة أنا عارفة إن هي بقت صعبة، أنا عارفة إن ضغوط الحياة بقت علينا صعبة جدا جدا، إن إحنا بيجينا وقت إن إحنا ما بيبقاش عندنا أصلا وقت إن نفكر في إن نقعد مع أولادنا أو نتكلم معاهم. لكن مصدقيني والله العظيم يا جماعة، الواحد دلوقتي من البلاوي اللي بيشوفها والمصايب اللي بيسمعها، بنصحكم بنصحكم والله العظيم، اقعدي اتكلمي مع بنتك، اتكلمي مع ابنك، ما تسيبيهمش، صاحبيهم. لو في روحي المدرسة، اسألي، شوفي مين المدرسين اللي في المدرسة اللي بيدوا ابنك في الفصل، شوفي ابنك بيتعامل مع مين. آه، احضني ابنك، احضني ابنك وبنتك، احضنيهم، طبطبي عليهم. خليكي دايما قريبة منهم، خليكي دايما بتسمعي لهم. يعني خلي الولد من اول يحكي لك يومه، من اول ما يروح المدرسة لحد ما يجي يحكي لك هو عمل ايه، حصل ايه، شاف مين وقابل مين وعمل ايه. اسمعي له، حسسي البنت او الولد اللي قدامك ان انا بالاهتمام، ان انا بسمع لك. لانه لما تهتمي بيه وتسمعي له وتحاولي انك انتي تحتويه ويلاقيك ان انتي محتوياه، هيبقى صادق معاكي. مش هتخبي بنتك عليكي حاجة، مش هيخبي ابنك عليكي حاجة. بالاضافة ان يا حبايب الاطفال يعني دول دلوقتي بقى في مشكلة، بيستغلوا يعني المتحرشين دلوقتي بيستغلوا الاطفال. يعني دلوقتي احنا بقت التركيز كله في فئة الاطفال الصغيرين. ليه بيلجأ للطفل الصغير؟ عشان الطفل ده يعني في اطفال، يعني الاطفال اللي في الروضة، يعني الاطفال اللي في الروضة. أنا دخلت دلوقتي المطبخ بعمل صينية جلاش باللحمة يا بنات المفرومة، فدلوقتي بيلجأوا الأطفال اللي في الروضة عشان عارف إن الطفل الصغير ده في ابتدائي، في أولى ابتدائي، تانية ابتدائي، مرحلة الأطفال الصغيرة دي، مش مدرك اللي بيتعمل معاه. بس انتي لازم تنبهي على ابنك في المدرسة أو في الحضانة كده، وانتي في الحمام تنبهي كده وتقولي المناطق دي محدش يلمسها غيرك انت بس، وأنا حد تاني no way. مفيش حد يلمسك، مفيش حد يقرب منك، ولو حد عمل كده لازم تيجي تقولي او تقول لبابا. اي حد، اي حد حواليك، اي حد قريبك يعمل كده، قريب صاحب صديق، لازم تيجي تحكي لي وتحكي لي انا مامتك او تحكي لباباك. ليه؟
علشان انت كده بتعلمي، بتفهمي ابنك ان ابنك مش هيخاف، وهيحس ان في حد في ظهره، وهيبقى قوي بيكي، وهيبقى وباباه طبعا ربنا يبارك في الاتنين. هيبقى قوي، يعني الطفل هيبقى مش خايف، هيبقى حاسس بالأمان أكتر. حتى لو حصل له عملية تخويف أو إجبار، هتلاقيه بالراحة، خصوصا الأطفال الصغيرة لما انتي تستدرجيه بالراحة وتطبطبي وتحضني وتحني عليه، هتلاقي ابنك بيحكي لك وبيتكلم بيقولك ايه اللي بيدور. أنا والله العظيم حبيت أفتح الحوار ده وأتكلم فيه معاكم، لأن شايفة كمية يعني كمية قضايا كتيرة جدا 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 خاصة بالمصيبة دي. ربنا يرفع عنا وعنكم يا جماعة، والله العظيم. الواحد يعني يسأل الله ان ربنا يحمي اولادنا ويحمي بناتنا ويستر اعراضنا يا رب العالمين، ويستر اعراض بنات المسلمين جميعا يا رب، اولاد المسلمين، ويسترها معانا. خلي بالك من ولادك خصوصا في مرحلة المراهقة، شوفي ايه المحتوى اللي بيتفرجوا عليه. الولاد برا في المدارس بيطلعوا بالتليفونات يا جماعة، انا بشوف والله، انا في وشي مدرسة بيمسكوا التليفونات، ومدارس والله مدرسة لغات بيمسكوا التليفونات ويطلعوا برا يفتحوا التليفونات ويتفرجوا على حاجات ومحتويات مش كويسة. خلي بالك من ابنك، فهميه الصح والغلط خصوصا في مرحلة المراهقة، فهميه الحلال والحرام. خليه لما يشوف حاجة زي يعني فهميني ده مش صح، خليه يعني خليه يستوعب ان اللي بيتعمل ده حرام، ان دي حاجات مش صح. فهميه، كلميه بالراحة وبطريقة يعني مبسطة، وبطريقة دينية، وعلى قد تفكيره، ومش بطريقة الإجبار ولا الضغط ولا التخويف، لا، بالاقتناع، انك انتي تقنعيه. لانه الاطفال او الشباب اللي دخلوا مرحله مراهقه دلوقتي، خلاص ده هو بيحب التجربه، بيحب بقى يشوف اصحابه، يتعلم من اصحابه، وياخد فكره من اصحابه، هو عايز يجرب. بس محدش يقوله ده صح وده غلط. لو كنت لسه فاكراني ومكمله معايا الفيديو لحد دلوقتي، ولسه من الابطال الكبار البنانيت الجميله الجمال الامامير، اوعي تنسي اختك من اللايك والاشتراك في القناه والشير وكومنت حلو جميل منك، علشان تنوري القناة فضلا وليس أمرا يا حبايبي، ربنا ما يحرمنيش منكم. فطبعا كنت بعمل سوري دي صينية جلاش حلو، عشان أنا نسيت، أنا كنت عاملة اتنين، كنت عاملة واحدة باللحمة وواحدة حلو. أنا اللي باللحمة ما صورتهاش، صورت لكم الحلوة دلوقتي. فزي ما بقول لكم الموضوع استفزني يا جماعه، وخلاني قلت لا، انا لازم اتكلم المره دي في الفيديو ده عن الموضوع ده، وانبه على اخواتي وحبايبي اللي بيسمعوني، واللي مشتركين في القناه، واللي لسه هيشتركوا في القناه، واللي هيشرفونا ان شاء الله باذن الله ويدعمونا فضلا وليس امرا. ولو الفيديو عجبك وفيديوهاتي بتعجبك ومكملة معايا، قوليلي ايه الفيديوهات اللي ممكن اعملها ليكم، واللي انتوا ممكن تكونوا حابينها. لو عايزين روتينات، لو عايزين طبخ، لو عايزين فلوجات، قولولي ايه نوع الفيديوهات اللي انتوا بتحبوها، علشان خاطر اعملها ليكم، وعشان خاطر كمان يعني تبقوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا على القناة، وتبقوا كمان يعني مشدودين ليها كده. وأسأل الله رب العظيم، رب العرش العظيم، انه يا بنات يحفظ ولادنا. يعني احنا في زمن كثر فيه الفتن، فنسأل الله في الشهر الكريم ربنا يا رب يسترها علينا ويسترها على ولادنا ويستر أعراضنا. كم من المصايب والمشاكل والقضايا اللي الواحد بيتفرج عليها لما بيفتح الانترنت كل يوم، بجد أنا بتخض، بجد أنا يعني والله العظيم، والله العظيم يا بنات، أنا كل يوم يعني ببقى مخضوضة باللي أنا بسمعه. يعني كل ما بشوف حاجة كده بقول يا ربي استرها. يعني الواحد بيبقى مخضوض، خايف، مرعوب، مرعوب من اللي بيحصل في ايه، يعني في ايه، يعني ايه اللي بيحصل. ربنا يا رب يعني يعني يرحمنا. في ايه الناس مالها، الناس جرالها ايه، يعني في حاجة مش مظبوطة. وكمان خدوا بالكم، يعني الأمهات دلوقتي منشغلين جدا طول الوقت قاعدين على الإنترنت. يا جماعة ادي جزء من وقت الإنترنت لولادك، ادي جزء من النت اللي انتي قاعدة عليه طول اليوم، بتسمعي فيديوهات، بتسمعي أفلام، بتسمعي مش عارفة ايه، ادي جزء من وقتك لولادك، اسمعي لهم.
ادي جزء من ولادك واقعدي في قعدة كده، يعني قعدة عائلية، اعملي حاجة حلوة واقعدي مع ولادك، اعملي حطي كده فشار، اعملي فشار، مش عارفة حطي سناكس جميلة كده، واقعدي اعملي قعدة كل اسبوع. يعني مش بقولك انا عارفة ان الدراسة دلوقتي شغالة وان نو تايم وان ما عندناش وقت وانتي بتجري بتروحي المدرسة وبتروحي هنا وهنا. انا عارفة يا حبيبتي ان انتي يعني طالعة عينك، طلع عينك حرفيا ما بين البيت والمدرسة، وكانت كمان يا حبيبتي بتشتغل. انا عارفة ان عينك طالعة، وعارفة ان انك انتي تعبانة وشقيانة. ربنا يعينك وربنا يساعدك، بس ده كله ده ربنا يجعله في ميزان حسناتك. تربية الجيل، تربية الأولاد حاجة مش سهلة، ولكن هو في نفس الوقت ان الأطفال دول نعمة. يا جماعة والله العظيم النعمة دي لا يشعر بها إلا يعني من هو يعني مفتقدها. والحمد لله يعني انتي اللي مفتقد الأمومة، ومفتقد انك انتي بقى حواليكي أطفال أو يبقى معاكي ولاد، هو ده اللي بيحس بمعنى يعني الدفء الأسري، وجود أطفال حواليكي بيكبروا وبتربيهم. تربية الأطفال دي أقسم بالله يعني بقى معاكي يعني أطفال وتربيهم، دي حاجة جميلة. يعني انتي ربنا يبارك في أولادكم، وربنا يدي كل محروم طبعا، وربنا يجزيكم عن كل اللي بتعملوه مع أولادكم خير، ويجعله في ميزان حسناتكم، ان هم هيكونوا بكرة وبعد ان شاء الله. ربنا يعني يجعلهم نبتا صالحا، هم يكونوا بعد كده في المستقبل هيكونوا هم السند ليكم بعد ربنا سبحانه وتعالى. ربي صح، وطبطبي، وخافي على ضناكي وخافي على ولادك، لان احنا في زمن دلوقتي يعني كثر فيه الفتن. والله يا بنات الفتن كترت قوي قوي قوي، حاجات غريبة بتحصل. يعني انا بشوف مصايب، يعني ايه ده ايه ده، يعني انا مش قادرة استوعب في ايه بالظبط يا جدعان، واحنا فين؟ يعني القضاء، يعني المصايب اللي بنشوفها كل يوم، والقضايا اللي شغالة دي، والحوادث الفظيعة دي، ده ايه ده؟ هو احنا فين يا جدعان؟ لكن ارجع واقول برضو يا جماعة خلوا بالكم من ولادكم، وما تنسوش باللايك والشير، والسلام عليكم.